السلام عليكم، معكم يونس من قناة أفكاري بالليل. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو علاش الكلب كيتبعك ملي كيعرفك خايف، وكيفاش حتى كيعرفك انك خايف منه. واش بصح الكلب كيشم الادرينالين اللي كيفرز الجسم؟ خليك معنا باش نكتشفوا الجواب. ولا بدا فشي مره وانت صغير ولا حتى كنتي كبير كنتي غادي فشي زنقه وتصادفتي مع شي كلب كيتلاقاو عينيك في عينيه، في الغالب غتحس بالقلق والتوتر، وغادي يبدا عقلك يجيب لك شي افكار ديال واش نرجع للور ولا نزيد لقدام. وانت جالس كتفكر الكلب يقدر يوقف يبدا كينبح عليك، ولكن الغريب في الامر هو ملي فايد داز شي واحد من حدا الكلب ولكن ما دواش معاه اولا نبح عليه. علاش كيوقع هذا الشيء؟ الكلاب عندها حاسة الشم قوية بزاف، حيت عندها حوالي 300 مليون خلية مختصة في الشم مقارنة مع 5 مليون خلية اللي عند الإنسان. زيد عليها المناطق في مخ الكلاب اللي مسؤولة على معالجة الروائح واخدة مساحة كبيرة بزاف من الدماغ، تقريبا 40 مرة كبر من اللي عند البشر. ونتيجة لهذا الشيء الكلاب عندها حاسة الشم خارقة، وبعض المرات الكلاب تقدر تشم الروائح على بعد 20 كيلومتر. ولكن واش فعلا الكلاب كتشم الادرينالين وكتعرف من خلاله ان الشخص خايف؟ الجواب هو لا، الكلاب ما كتشمش الادرينالين، ولكن كتعرف الشخص اللي خايف من خلال العرق ولغة الجسد ديالو. الخوف بحال باقي المشاعر الانسانيه كيرتبط بواحد التغيرات فيزيولوجيه في الجسم، بحال افراز هرمون الادرينالين اللي في الجسم للاستجابه في الوضع اللي انت فيه. في هذه الحاله كيطلع معدل ضربات القلب وكيرتفع التنفس وكيتزاد العرق. الكلاب كتقدر تشم كميه العرق الصغيره اللي كتخرج من الانسان ملي كيتعرض لمواقف مخيفه، وكيبان من خلالها ان الشخص خايف. غتسولني وغتقول لي واش الا كنت كنجري وعرقت غيهجم عليا هذا الكلب؟ غنقول لك لا. الكلاب كتميز بين ريحه العرق اللي جاي من المجهود البدني وبين العرق اللي جاي من الخوف. واحد المجموعه ديال الباحثين من جامعه نابولي في ايطاليا دارت دراسات على مجموعه ديال المتطوعين، قسمت هذه المجموعه لثلاث مجموعات. المجموعه الاولى عرضوا عليهم فيديوهات مرعبه، والمجموعه الثانيه عرضوا عليهم فيديوهات رومانسيه، والمجموعه الثالثه عرضوا عليهم فيديوهات عاديه. كانوا متطوعين في واحد الغرفه اللي مسدود عليهم باش يعرقوا مزيان ملي يشوفوا الفيديوهات. لقاو ان الكلاب اللي شمت عرق الناس اللي شافوا الفيديوهات المرعبه كانت في حاله توتر وخوف، وزاد عندهم معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ. الكلاب اللي شمت عرق الناس اللي شافوا فيديوهات رومانسيه كانوا في حاله استقرار ومعدل ضربات القلب كانت طبيعيه. ونفس الشيء بالنسبه للكلاب اللي شمت عرق الناس اللي شافوا الفيديوهات العاديه. الباحثين استنتجوا ان جسم الانسان كينتج مواد معينه كتمشي مع العرق وكيتبدلوا حسب الحالات المزاجيه، وبالتالي الكلاب كتقدر تشم هاد الريحه وتفرق بينها. بجانب حاسه الشم، الكلاب حيوانات ذكيه وكتراقب تعابير الوجه وحركه الجسم باش تعرف من خلالها بعض المعلومات. لغه الجسد هي واحد الحاجه اللي كتعرف تقراها الكلاب، وكتعلم هاد الشيء من خلال التجارب اليوميه ديالها. مثلا الا وقفتي قدام كلب في الزنقه تحنيتي بحال كتربط في صباطك، الكلب في هذه الحاله يقدر يهرب ولا ينبح عليك. هذا الشيء حيت بزاف ديال الاولاد الصغار اللي ما عندهمش الوعي الكافي كيجمعوا الحجر ويرميو عليها، وبالتالي الكلاب تبرمجات ان اي واحد تحنى للارض كيشكل خطر عليها. كاين تصرفات معينه كيعملوها بزاف ديال الناس ملي كيخافوا من الكلاب، بحال كترجع خطوه للوراء بواحد الشكل اللي مفاجئ، ولا كتبقى في بلاصتك وكتشوف في عينين الكلاب. هاد التصرفات تبرمجات في دماغ الكلاب حيت تعرضت لها بزاف المرات، وبالتالي كيحاول يجمع بين حركه الجسد وريحه العرق باش يعرف الشخص واش خايف ولا لا. ودابا عرفتوا علاش الكلب كيتبعك ملي كيعرفك خايف، وكيفاش كيقدر يعرفك انك خايف. لا عندكم شي سؤال اخر او موضوع بغيتونا نناقشوه خليوه ليا في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك والسبسكرايب باش تبقاو معنا ديما في الجديد.